الحمد لله الذي يكشف عن عباده المصاب. الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر فما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب، فسبحانه من إله عظيم لا يضاهى ولا يرام له جناب. إنه ربنا لا إله إلا هو، عليه المرجع وإليه المتكل والمتاب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله على سعته ونيته، فأهل لك أن تحمد، وأهل لك أن تعبد، وأهل أن يصلى لك ويسجد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المجاهدين، إن ربنا جل وعلا أوصانا دائما أن نشعر كل واحد بمرض الآخر، فيحزن الغني إذا رأى الفقير، ويحزن السليم إذا رأى المبتلى، ويحزن النظير إذا رأى العقيم. وها ما يحدث هنا تدخل بوتين وتدخل روسيا وحزب الله، والله العظيم لن نلتفت لمن خذلنا ولا من عادانا، وموعدنا موعدهم يوم الحساب أمام من لا يظلم عنده مثقال ذرة. إنها الأرض المباركة، هذه بلاد الشام، إنها الأرض المباركة لم يباركها لا أنا ولا أنت، إنها باركها ربنا جل وعلا. إنها الأرض المباركة التي باركها الله تعالى، وأجمعت الأمة كلها على أنه لم يرد أبدا فضائل في بلد من البلدان كما ورد في مكة، في مدينة ثم في بلاد الشام. الشام هي الأرض التي يحشر عليها الناس يوم القيامة. الشام هي الأرض التي يقاتل المسلمون فيها الملاحم العظيمة، وتقع فيها الحروب الكبيرة بين المسلمون وأعدائهم. قال عليه الصلاة والسلام: يوم الملحمة الكبرى، يوم الملحمة الكبرى، يعني يوم المعركة الكبيرة، يوم الملحمة الكبرى. فسطاط المسلمون. ما معنى فسطاط يا اخوان؟ فسطاط يعني موقع، تجمع، مكان وجوده. فسطاط المسلمون في أرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، من خير منازل المسلمين يومئذ. أيها المجاهدين يا أبطال يا مقاتلين، هذه بلاد الشام الوعد بها رسول الله، فسأله الصحابة لماذا؟ قال: لأن ملائكة الرحمة باطلة أجنحتها على الشام. سل الشام اليوم عن خالد بن الوليد البطل الهمام، سل تراب حمص عن أعظم خالد رضي الله عنه، عندما يرى ما يقع لأحفاده فيها، عندما يرى ما يقع لبناته على أرضها. ما شعورك يا خالد وقبر خالد في حمص يلازمه، فيرجف القبر من زواره غضبا. سل الشام عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي كان يعلم الصحابة القرآن. سل الشام عن المؤذن الهمام عن بلال بن رباح رضي الله عنه. سل الشام عن أكثر من 900 صحابي والله دخلوها أم سكنوها أم قاتلوا على أرضها، أو ربما يا أخوان دفنوا فيها، والله أعلم. فاعفع لواء العز فوق هضابها، سبيل الفخر تحت كشف سحابها. هذه بلاد الشام يا قومي غدت وجها شجاعا بعد كشف نقابها. إني أرى والله أن ليوسن صف الصفوف إلى دمشق وبابها، فإن تركت الأرض عارية يضاجعها المقامر والعميل كهؤلاء. فإن تركت الأرض عارية يضاجعها المقامر والعميل، سترى زمان العهر يغتصب الصغار ويفسد الأجيال جيلا بعد جيل. وإن أخرجوا سوريا من صلواتها سيكون عار المسلمين إلى الأبد. والله إن أخرجوا سوريا من صلواتها سيكون عار المسلمين إلى الأبد. إن تنصروا الرحمن ينصركم، وهذا ما وعد. نعم هذا ما وعد. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! يسلم تمك يا